بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل النهارده ان شاء الله حلبة العسل او المفتقة. هقول لكم على المقدار المظبوط باذن الله اللي هيخلي معاكم القوام بتاعها يكون مناسب جدا للسندوتشات، ما يكونش يعني القوام تقيل ولا خفيف. هيكون مناسب جدا. واهم حاجة في المقدار بتاع الحلبة بالعسل اللي هنعمله النهارده هو مقدار الدقيق. هقول لكم دلوقتي على كل المقادير وخاصة الدقيق. فانا حبيت ان انا يعني اجهز كل حاجة وسبت الدقيق هنعمله مع بعض. بصوا بالظبط 4 معالق كبيرة هرمية بالنسبة لكيلو العسل. انا جبت الدقيق اهو عشان اعايره قدامكم. المعالق بتكون مليانة بالشكل ده. ادي 1 2 3 4. 4 معالق كبيرة هرمية ده لكيلو العسل. تقدري بقى تضاعفي الكمية او تعملي نص المقدار براحتك خالص. بالنسبة للسوداني معايا كوباية كبيرة من السوداني او على حسب. يعني لو عايزة تزودي السوداني او السمسم دي مش مشكلة خالص. بالنسبة لمقدار السوداني تبع الرغبة، عايزة تعملي كوبايتين مفيش اي مشكلة، عايزة تعملي نص كوباية عادي خالص. المقدار بتاعها ده تبع الرغبة. اهم حاجة في السوداني يكون متحمص. هقول لكم ليه متحمص، عشان لما بيكون متحمص ويتحمر بيفضل مقرمش بعد ما تحطي الزيت. لو جبتيه طري هتحمريه كل حاجة بس هيفضل يعني مع العسل، ولما يتشال في التلاجة فترة هتلاقي السوداني بقى طري معاكي. فالخطوة المهمة جدا ان السوداني يكون محمص، يعني بتشتريه كده من يعني عند العطار، او بتحمصيه في الفرن عادي خالص وتسيبيه يبرد وبعد كده تبدأي تعمليه بقى في اي وصفة. مش اي مشكلة، الطريقة دي بتخلي السوداني يفضل معاكي مقرمش. لما تعملي الخطوتين ان انتي بتحمصيه وتحمريه في نفس الوقت بيفضل مقرمش. وكذلك برضو السمسم. السمسم عشان يفضل مقرمش معاكي لازم يكون متحمص وبعد كده بنحمره في الزيت. فمعايا هنا بالنسبة للسمسم والسوداني تبع ما انت عايزة، يعني عايزة تزودي الكمية براحتك خالص مفيش اي مشكلة بالنسبة لمقدار السوداني والسمسم. انما مقدار الدقيق لازم تلتزمي بيه. بالنسبة لكيلو العسل هو 4 معالق كبيرة من معالق الاكل، معلقة هرمية. والحلبة برضو حوالي معلقتين. دي حلبة بتيجي من عند العطار برضو يعني بتروحي للعطار تقولي له انا عايزة حلبة العسل اللي هعمل بيها المفتقة، او حلبة العسل بيديكي بقى الكمية اللي انت عايزاها. فانا باخد هنا على المقدار ده معلقتين. ممكن تزودي برضو يعني تعملي لحد 4 معالق على الكيلو العسل، بس انا حطيت معلقتين عشان مش بحب ريحتها تكون يعني زايدة قوي في وصفة النهاردة. ف يعني معايا هنا معلقتين وهنبدأ بقى كده نعمل كل الحاجات دي كده على البوتاجاز ان شاء الله. هنحمر السوداني الاول وبعد كده هقول لكم على كل الخطوات. نروح بس على البوتاجاز كده واقول لكم على الخطوات ان شاء الله اللي تجهزي بيها حلبة العسل بحيث انها تطلع معاكي قوامها جميل جدا ان شاء الله. هنبدأ كده مع بعض. بص، اول خطوة هنحط كوباية الزيت بالشكل ده، وهننزل عليها بكوباية السوداني. هنحمر بقى السوداني بس ناخد بالنا كويس جدا ان السوداني ما يتحمرش بزيادة، عشان هو لما بترفعيه من على النار بيغمق اكتر او بيستوي اكتر، فيطلع يدوبك لونه يكون ذهبي كده. اول ما ياخد اللون الذهبي الفاتح ده بنبدأ نرفعه على طول. هوريكم لونه دلوقتي. طبعا بنهدي النار عشان نرفعه برضو، ناخد وقتنا.
شو بقى اللون السوداني ذهبي فاتح. ناخد بالنا جدا من الخطوة دي عشان لو اغمق عن كده هيمرر معاكي. هننزل بقى بالاربع معالق الدقيق، نقلب بسرعة. برضو هنخلي اللون يكون ذهبي. شوفوا انا مش هقطع الفيديو، يعني يا دوب لفتين كده. انا مهديه النار شويه. هننزل بقى بالسمسم. برضو لفتين كده. نرفع النار شويه. شوفوا دقيقه واحده بس على النار. ناخد بالنا. هننزل بقى بالعسل. ده كيلو من العسل. نحاول كده ننزل المقدار كله عشان يظبط معانا، لان احنا ظابطين مقدار الدقيق. هنرفع بقى النار. عايزين العسل يغلي غلوة واحدة بس، مش اكتر من كده. اكتر من كده ممكن ينشف معاكي. هننزل بقى بالحلبة. طبعا الحلبة دي لو حطيتيها مرة واحدة كده ممكن تتكتل معاكي، فهندخلها. بالشكل ده. اول ما تغلي غلوة واحدة هنطفي النار على طول. شو بقى غلي غلوة واحدة بس اهو. خلاص طفيت النار. هنبدأ بقى ننزل بالسوداني. السوداني بالطريقة دي لو قعد معاكي شهر او 2 في التلاجة بيفضل مقرمش زي ما هو. هننزل بقى كده بالسوداني. هنقلب وهنسيبه بقى شوية، يعني حوالي ساعة كده لحد ما يبرد تماما، وهوريكم بقى شكله بعد كده ان شاء الله. شو بقى القوام بعد ساعة تقريبا. قوام حلو جدا، مش خفيف ومش تقيل، يعني تقدري كده تعملي بيه السندوتشات بكل سهولة. ولما برضو تشيليه في التلاجة بيفضل بنفس الشكل. تقدري ان انتي تاخدي منه كده في اي وقت. طبعا بتستخدمي ادوات جافة عشان يقعد معاكي فترة طويلة من غير ما يحصل له اي مشكلة. شو بقى من قريب هوريكم برضو القوام. شو شو بقى سهل جدا لو هتعملي بيه سندوتشات. شوفوا القوام ناعم، وده كده بارد خالص. ولما بيدخل التلاجة بيمسك، يعني حاجة بسيطة عن كده. هتقدري برضو تستخدميه في سندوتشات بكل سهولة. شو بقى القوام، وبصراحة حلو جدا. ممكن تحفظيه بقى في التلاجة في علبة زي دي كده او في برطمان. بس بصراحة يعني هو اللي في العلبة بيبقى افضل عشان السوداني يبقى متوزع على السطح وتقدري تاخدي منه بكل سهولة.
بس في البرطمان برضو بيبقى كويس. المهم وانت بتاخدي منه تستخدمي ادوات جافة بحيث ان انت تحافظي عليه اطول فترة ممكنة. هنعبيه بقى في البرطمان كده وهوريهولكم. وصفتنا النهاردة خلصت، بتمنى تكون عجبتكم، وما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناة. بشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.